عليكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم على السريع بواحد الوصفه، يعني انا درتها اليوم باش نشربوا بها الحليب. قلت لي ما نشاركهاش معكم. هي وصفه السفنج هذا البنات تاع السميد، يجي هايل، يجي خفيف وطري ويجي فارغ من الداخل. راح نجوزو يعني نشوفوا مع بعضنا المقادير وطريقه التحضير، كيفاش نوجدوه. انا عندي هنا ريسيبي حطيت فيه السميد نتاعي، والسميد يكون تاع الكسرة رقيق. الكيله اللي كيلت بها هي بورطمونجي صغيره، دوك نوريها لكم. وعندي مغرفه كبيره تاع سكر، ومغرفه صغيره كبيره نتاع خميره الخبز، مغرفه صغيره تاع الملح. وعندي كذلك الماء. هنا الماء البنات لازم يكون دافي. راح نضيف الماء غير بشويه ونبدا نعجنها. هنايا نلمها، من بعد نحطها فوق بلون دو طرافاي ونبدا نعجنها. ديجا درت معكم من قبل الوصفه نتاع السفنج تاع الفرينه، مي صدقوني هذا تاع السميد يجي خير من تاع الفرينه. الفرق بين هذا وتاع الفرينه انه تاع الفرينه كي يصبح راح يبقى يعني يجيكم يابس، مي هذا ما تعسليش برك وخليه اكوتي، وقت ما حبيتي يعني تاكليه عسليه يبقى يعني وكانه هذاك وين طيبتيه. بالنسبه للوصفه نتاع السفنج راح نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. كما راكم تشوفوا هنايا راني نعجن فيها غير بالشايح. نعدلكم برك الطريقه كيفاش راني نعجن. من الاحسن انكم تبداو في الاول تقطعوها ومن بعد تعجنوها بشويه بشويه، تضيفوا الماء حتى تحصلوا على عجينه تكون جاريه نوعا ما. سمحوا لي على التصوير، كان شويه الكاميرا ولا كان الضوء ناقص، يعني ترددت باش نحط لكم الفيديو هذا، ما قلت علاش لا خلي برك نحطه، مهم يستفادوا منه. المره الجايه ان شاء الله نعاودوا وتكون الاضاءه مليحه. كما راكم تشوفوا هنايا هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها. وهنايا راني نشكل في السفنج نتاعي بواسطه الزيت فقط، راح نشكلهم دوائر دوائر ولا اي يعني شكل تحبوه. وهنايا راني سخنت الزيت تغلي ومن بعد نقصت عليها، وراح نطيب السفنج تاعي لا نار هاديه باه ما يتحرقناش. وباه يطلع جست ما تحطوه راح تصبوا له الزيت راح يطلع باه يكون من الداخل يعني يجي خفيف وما هوش معجن. راح نكمل نقلي كامل السفنج اللي عندي، ومن بعد راح نعسلو هو سخون بالعسل. انا هنايا خدمت العسل في الدار، درت نصف كاس تاع سكر مع كاس ونص تاع ماء، مع نص حامضه، وخليتهم حتى يعني يغلي. بعد ما غلى واحد 10 دقائق طفت عليه، وكما راكم تشوفوا هو دركا راهو برد والسفنج تاعي راهو سخون. راح نعسلو، عسلته مليح، ومن بعد يعني تقدري تشربي بيه الحليب ولا توجدي القهوة العشية. هذه الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. جربوها البنات والله ما تندموا. دمتم في لقناتي والى اللقاء، باي.